الجامعة، التقنية، الوسطى، المعهد، تقني، معقوبة، قسم، تحليلات، مرضية. يا موفق وفق. كرار عامر شاب عراقي لم يتجاوز 20 من عمره، والذي يدرس في قسم التحليلات المرضية في المعهد التقني بعقوبة. منحه الله بديع السماوات والأرض مواهب عديدة، منها الرسم والنحت. ففي مجال النحت استطاع أن ينحت مجسما يمثل مأذنة الملوية، تلك المأذنة التي بنيت في حكم الدولة العباسية والتي تقع في مدينة سامراء المقدسة قرب مرقد الإمامين العسكريين سلام الله عليهما. ومن مجسم مأذنة الملوية إلى مجسم قلب الإنسان، حيث استطاع نحت مجسم يمثل قلب الإنسان بكل تفاصيله الدقيقة. يقول كرار أنه استخدم مادة الطين الصلصال في صناعة ذلك القلب وفي نحت ذلك القلب. طولت حوالي 25 يوم نحت قلب الإنسان، وكلفني الكثير من الوقت والتعب. يعني مرات أبقى لليل، يعني 12 بالليل هيك أشتغل بيه، والحمد لله طلعت بنتيجة أتمنى تعجبكم. نعم، فالمثابرة زوجة كل ناجح ومطلقة كل فاشل، ودون تعب لن تحقق النجاح. شكرا على مشاهدة. ممنون غبور ما غزتنا.